عليكم خاوتي ناس صفصاف ناس مفتاح يا ويلي ولاية بليده. اقسم بالله غير انا فايت 20 يوم انا بلا راني نعاني حاشاك وحاشا قدرك التواليت ما كاش باش ندخلوا. داكت انا والي ولاية بليده اقسم بالله غير فايت 20 يوم انا بلا ما. انا حنا السكان تاع الصفصاف رانا نعانيو في صمت. ضربك 5 لتر 5 لتر تاع ليسانس يدير 300,000 3000 دينار، وهذا بالدليل وكلش. هذا ببرج باجي. اسنى صورني هكا يا يما. زيد دوزيام زيد دير فيديو يما. عائلة فيها راجل وفيها امرأة وفيها 3 دراري. 2026 مازال الشعب عايش في باش وين في العاصمة في بيرتوت. يا جماعة هنا رانا مقبونين، رانا كيكوطة المضغوطة الصفارة ومضغوطة على جدنا، ما عندناش منين نتنفسوا. يا مخلوق رانا دايريننا كالجبانة، يا مخلوق راه عندنا مواهب، راه عندنا حقوق، راه الرسول صلى الله عليه وسلم وصى قال لكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شوف يا ولي ولاية وهران راني درجة مغبونة، أنا زايدة في وهران وكبرت في وهران وراني مغبونة، راني مجدة ولادي صغيرين يخدموا معايا كيما هكا. شوفوا الحالة اللي راني فيها، شوفوا قشي كي ولا كلشي راني مغبونة، كلشي راه يعوم عندي، راني مغبونة لواحد الدرجة ما قديتش. أمير الوسط مشاهد صادمة لبيوت قسدرية تنتصب في قلب العاصمة، حيث تعيش مئات العائلات في أوضاع قاسية. 500 عائلة في حي جيروت قصرين بلدية بير خادم. سكان الحي يتساءلون بمرارة: هل نحن جزائريون أم خارج الحسابات؟ نباتوا قاعدين الأخت، نباتوا قاعدين تخافي يدخل لك الماء، تخافي يطيح عليك تيرنيت، في أي حاجة. ناش جزائريين، وإلا ما ناش جزائريين قولوا لنا خرجوا من هاد البلاد، رانا جزائريين وجدودنا حنا شو هذا قتلتهم فرنسا مع الآخر، ما ندوش حنا السكنة، ما تصيحناش 2026 مازال الإنسان في تحت الزنك، ادخلي لديورنا الميديتي، الامراض، ولادنا بالحساسيه بزاف، البرد كلهنا. امبارح والله غير بالباسينات فوق الخزانه، غير بالباسين كتجي القطره اقسم بالله غير نباتوا برا، وكاين واحد يموت هكذا كيبات ترفدي ساشي ولا ترفدي حاجه قطره هكذا تاع الكذب والله غير دوري هكذا بترفدي. شوفوا هكذا لا في الصيف ولا في الشتاء كيما هكذا ديما نعاني وما عندنا ما. اذا جا الكيلو تاع الغاز انا عمرنا ما جاش نستنى. السكان يؤكدون أن السلطات المحلية على علم بالوضع، وقد تلقوا وعودا متكررة بالترحيل والسكن، غير أن تلك الوعود بقيت حبرا على شوم وعيب وعار في 2026، ومازال كنشوفوا بحال هاد الفيديوهات منتشرة في الفيسبوك على دولة الجزائر. في 2026 باقي كتلقى الطوابير في كل ولاية، طوابير الزيت، طوابير الغاز، طوابير السميد، بزاف. حشومه وعيب وعار على دولة الكابرانات انها تبقى تدير مع الشعب ديالها بحال هكا. وفينا هو الاعلام ديال الزريبه، الاعلام اللي مكتم على بحال هاد المعاناه وموجه البوصله ديالو للمغرب. واش حتى كيبان لكم غير المغرب ما كيبانش لكم هاد المعاناه ديال الشعب؟ للناس رجال بشلاغم ومستاجاتهم ناس كبار دايره الصف على ود السميد وعلى ود الشكاره ديال الحليب. والمشكله ماشي غير هادشي، شباب كيعاني من البطاله، شباب معرض للبليه وكله وشامات. راه تلقى دابا سنين طويله وهو كيقرا تعب باش يبني المستقبل ديالو، في الاخير كيلقى راسو بلا خدمه، كيشوف العمر كيدوز والاحلام كتصغار نهار من نهار. الوالدين ديالو كانوا كيتسناو يشوفوه ناجح ومستقر وهو مازال كيحارب باش يلقى فرصه وحده تبدل حياته، يا اما تيحرق يا اما كيتبلا وكيدي فيا على الطريق الصحيحه. هاد المعاناه النفسيه صعيبه بزاف، خصوصا ملي كتحس ان المستقبل ديال الوليدات ولا ضبابي. وفي بعض الفيديوهات الاخرى كيبانوا مواطنين كيهضروا على مشاكل مرتبطه بالماء وبخدمات اساسيه اللي كتمس بالحياه اليوميه. المواطن البسيط ما كيبغيش المستحيل، كيبغي غير يعيش بكرامه، يبغي يخدم، يبغي يربي ولاده، ويبغي يلقى الاحتياجات الاساسيه متوفره بلا معاناه. ومن جهه اخرى ملي كتشوف دول اخرى عندها مستويات معيشيه مرتفعه وبنيات تحتيه متطوره وفرصه شغل كثيره، كيزيد الاحساس بالحسره عند بزاف ديال الشباب، ماشي لان الشعوب مختلفه، ولكن لان اي شعب في العالم كيتمنى يشوف ثروات بلاده راجع ليه بالنفع.
كل مواطن كيبغي يشوف التنمية، كيبغي يشوف المدارس حسن، المستشفيات حسن، وفرص الشغل أكثر. الشيء اللي كيطرح تساؤلات عند بزاف ديال الناس هو علاش معاناة المواطنين ما كتاخدش نفس المساحة في الإعلام، علاش قصص الشباب والعائلات البسيطة ما كتكونش دائما في الواجهة ديال النقاش. المواطن كيبغي يسمع الحلول، كيبغي يسمع النقاشات اللي كتهم حياته اليومية، وبغي يحس أن صوته مسموع. حنا فاش كنديروا هاد الفيديوهات باش نوعيو الناس وباش ننشروا المعاناة ديال الناس اللي كاينين في الجزائر، ولكن للأسف بعض الإخوان تماك كينوضوا كيهاجمونا. علاش كتهاجمونا؟ واش هادشي في نظركم كذوب؟ إلا كان كذوب عطونا الحجج وعطونا الدليل، ولكن هادشي راه حقيقي، لأننا يوميا كنشوفوا فيديوهات وكنشوفوا معاناة ديال الناس. كنظن بأن الجزائر مقسمة الجوج ديال الدول، كاينه دولة تابعة للكابرانات وهي راه عندها العيش الكريم وما كديرش هاد الطوابير وما كتشش الصف على أي حاجة، وكاينه دولة أخرى اللي هي دولة الجزائر اللي كتعاني بصح، والشعب الجزائر فيها كيعاني بصح، وهي اللي كنظن أن خاصنا نعاونوها ونساندوها ولو بفيديوهات بسيطة بحال هذه، لأن حشومة وعيب وعار 2026 وباقي الكابرانات كينهبوا كيسرقوا في الثروات ديال الشعوب ديالهم. راه حشومة. كتشوف بأن السعودية، الإمارات، قطر تبارك الله فين وصلوا بالبنية التحتية، ولو أنهم كيمتلكوا كل دولة فيهم كتمتلك حاجة واحدة، يا إما الغاز يا إما البترول، ولكن الجزائر عندها جوج، عندها البترول وعندها الغاز، وباقي الشعب ديالها كيعاني بحال هكا. إذا كاين نهب. رسالة للنظام ديال الكابرانات، بارك عليكم من ناب ومن السرقة، وحاولوا أنكم تهلاو في الشعب ديالكم. راه الدنيا ما دايماش ليكم، راه كل واحد فيكم عنده مسؤولية تجاه الشعب ديالو. حاولوا أنكم تصفيوا الحسابات وتحلوا الأزمات اللي كاينين عند خوتنا الجزائريين. احنا ما كنهضروش على النظام اللي تابع ليكم أو الجزائريين اللي تابعين ليكم أو الشعب اللي تابع ليكم اللي عايش في الرفاهية وما مسوقش للضعفاء وما مسوقش للمساكين. احنا كنهضروا على الفئة المضرورة، الفئة اللي مسكينة مغلوب عن الأمر ديالها، وإلا فاق شي واحد وهضر وتكلم فيهم في السجن ديال الحراس كيتسناهم. وإحنا عارفين هادشي، والعالم كامل ولا عارف هادشي، ولا عارف بأن النظام ديال الكابرانات ولا تيكذب على الشعب الجزائري وتيعطيه وعود وما كيوفيش بها، من غار جبيلات الأنبوب ديال الغاز اللي غادي نيجيريا. كنظن أن الرسالة وصلت، وإلى هنا ما تنساوش تدعمونا خوتي وتشتركوا معنا في القناة باش يوصلكم كل جديد. Free audio post production by alphonic.com